مثلا يا ابو حميد عمو ده بوكيه حضرتك، واسف على الولد الحقير الارهابي اللي اسمه انس حبيب. جه وقال عليه جايبين راجل عجوز قاعد ده قد ابوك. عيب لما تقول كده، عيب يا ارهابي يا معفن. الورد ده رساله شكر للسفاره المصريه وللدبلوماسيين اللي جوه والعاملين جوه. انا بشكرهم جدا. انا عمري ما جيت هنا السفاره ولا اي مصري جاي هنا السفاره الا لو الناس دي ادت الواجب الوطني بتاعهم، لا وزياده. فانا هجيب برضو بوكيهات ورد. تعالى معايا يا ابو حميد. تعالى معايا يا ابو حميد. حبيبي يا عم. ايوه ممكن احطها قدام الباب الورد لو ما عندكش اي مانع. طبعا مفيش اي مشكله، من حقك تفحصه. اتفضل. لا حقك، لا ولا اسف ولا اي حاجه. طبعا مفيش اي مشكله، عامة يا جماعه السلام عليكم الاول. عامة يا جماعه انا جبت شويه ورد تمام، وجوه فيه خطاب تمام، او هو رساله شكر للسفاره وكل الناس اللي شغاله جوه. انا بشكرهم جدا على كل اللي بيعملوه علشان خاطر بلدنا. تاني الولد الارهابي اللي اسمه انس حبيب ده، الولد ده مش بيمثلنا كمصريين ولا في هولندا ولا في اي دوله موجوده بالعالم. الشخص ده بيمثل نفسه بس. الشخص ده للاسف عنده تاريخ مش لطيف. وتاني بقول ده مش بيمثلني ولا بيمثل اي مصري موجود هنا. ده ولد ولا عنده بلد عادي، جه صور فيديو راح قفل على باب السفاره بتاعته، سفاره بلده، وجري. هم دول الارهابيين بيعملوه، بيجوا يعملوا شغب ويجروا. طب ده ينفع؟ ما ينفعش. عامة دي الورود ممكن احطها هنا؟ مفيش مشكلة؟ ممكن حضرتك تفحصها. ايه؟ ممكن تفحصها اشوف لو فيها اي حاجه. ممكن حضرتك تفحصها ولا حاجة. تعالى نجيب بقية البوكيات الورد. مصري يلا. تحيا مصر. مصري يلا يا ارهابي يلا. مصري تقول ايه 7 الصبح و7 بالليل؟ اديني موجود، وريني بقى تيجي 7 الصبح ولا 7 هيجي تاني يا عم. تعالى عيل. افتح اهو. عمر فين؟ افتح اهو. ايه؟ بيقول لك 7 الصبح و7 بالليل. انسى. تعالى نفتح لايف بقى. تعالى يا انس يا حبيبي. انا قدام السفاره المصريه. انا فين بقول؟ انا قدام السفاره المصريه يا انس يا حبيب. تعالى. دي سفاره بلدي. شايفين الورود؟ دي سفاره بلدي. تعالى يا ابو. وتاني بقولها تمام يا انس يا حبيب، لو حاولت تيجي هنا تمام مش هيحصل لك كويس. السفاره متامنه هنا كويس جدا جدا. معلش يا عمو تاني، معلش انا اسف. طيب حته ثانيه دي الورود تمام. شكرا لكل العاملين في السفاره جوه ولكل الدبلوماسيين جوه تمام. وهقرا رساله الشكر تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسفارة جمهورية مصر العربية في هولندا وعلى رأسها سعادة السفير عماد حنا، وإلى جميع السادة الأفاضل من الدبلوماسيين والعاملين في السفارة على ما يبذلونه من جهد وعطاء لخدمة الوطن والمواطنين المصريين في هولندا. لقد لمست عن قرب مدى حرصكم الدائم على تلبية احتياجات أبناء الجالية المصرية وتقديم ما يفوق الواجب الوطني من دعم ومساندة، وهو أمر محل فخر واعتزاز لكل مصري. كما أود أن أؤكد اعتذاري الشديد كمواطن مصري عن التصرفات الفردية الغير مسؤولة التي قام بها المدعو أنس حبيب
من طبعا المشاغبه اللي هو عملها، والتي لا تمثل باي شكل من الاشكال قيم واخلاق المصريين في هولندا او في اي مكان بالعالم. وانني شاب مصري يبلغ من العمر 26 عاما، ولدت في هولندا وزرت العديد من دول العالم، ولكنني اخترت العيش في وطني الحبيب مصر ايمانا مني بقيمته ومكانته رغم كل التحديات والمؤامرات التي تحاق ضد بلادنا. فانني ازداد فخرا ووعيا بفضل ما غرزه فينا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي من ادراك وطني عميق لحجم ما تتعرض له مصر. ولو كان بامكاني ان ارسل 20 سياره محمله بالورود اليكم لفعلت ذلك، تعبيرا لا يساوي شيئا امام ما في قلبي من حب ووفاء لوطني الحبيب مصر. حفظ الله مصر قادة وشعبا وادام عليها الامن والاستقرار. انا هنا 7 الصبح 7 بالليل، جيت برضو بالليل، الولد الارهابي ده ولا قدر يجي ولا جه. السفاره بتاعتنا متامنه كويس تمام برجالها، رجال مصر تمام. والبوليس الهولندي ابتدى دلوقتي ان هو يحمي السفاره المصريه، وجاء اتكلم معايا، ولما جاء اتكلم معايا سالني اسئله بسيطه تمام، واتاكد من حسن نواياي تمام. واعطيت الورد ده بس شكر لكل اللي عاملين في السفاره جوه ولكل الدبلوماسيين وعلى راسهم سياده السفير تمام. وشكرا جدا تمام. انا عايز اسلم على عمو بصراحه. مع عمو صح، راجل عجوز. معلش ثانيه واحده، عايز اوري حاجه. خليك كده بص، تعالى معايا يا احمد. راجل عجوز يلا يا انس، راح للراجل. انا مش عارف اوريك. انا تعبت. اروح طيب، اروح ولا اعمل ايه؟ اروح ولا اعمل ايه؟ والله ما عارف. حلو كده الورد ده عمو. ممكن اسلم على حضرتك اخر مره؟ شكرا واسف جدا تاني على اللي عمله انس مع حضرتك. ده ولا قليل الادب، عيل قليل الادب وارهابي. ده عيل ارهابي وقليل الادب. ويا رب كل ورد عجبك يا عمو. حبيبي يا عمو، شكرا جدا. تاني دي بص سفاره بلدي، تحيا مصر. ولا علم استاذن حضرتك. السلام عليكم. العلم اهو، العلم. يس صور. ها Yeah, we want for the administration that you sign. Oh, okay. Yeah, okay. You can. Oh, okay. Yes, I think this one. Oh no, this one. What's this one? This one? Is this your account? It's not my account, no. But I'm just a moderator. Okay. We're just, we are nationalism. You Yeah. know? We are people who love our country. Yeah, That's it. I understand. Yeah, you understand what I Yeah. mean? And this page is 100%. basically we're supporting Okay. supporting our country, right? Okay. You know, just a random guy. But you who know, can- now it's a bit, I know how it is. problems. I already finished. We are here for we don't want to No be problem. anything at the Amsterdam. And as the personnel Yeah. told your friend officer, Yes. he told them that it's fine. It's also long fine, but it's for us administration. That we administration, are I knowing, understand. As long as I'm not detained or anything. Okay. No. Just for my country. Okay, you know? yeah, I understand 100%. We have a Dutch embassy in Egypt, right? Yes, yes. We're defending it, Yeah. you know, right? You Yes. guys are also doing your job of defending my country, and thank you for that. And that's it. I'm just, Nee, wil je die? talking. Do you want to? Is it possible that we see your ID, please? It's possible. We're asking. It's Ah, yes, it's it's for fine. the administration. If I want to say no, I'm gonna say no. Yes. But of course, Yes. I will give you my passport Yeah, but, because I don't do anything wrong. So No, so No, that's why I ask it. yes, exactly. Otherwise, it's okay. I have to tell you. No, it's I okay. have Don't to. worry about Okay. it. Don't worry. So, anyways, they are protecting the embassy. بيحموا السفارة بتاعتهم، تمام؟ ويا أنس لو راجل تعالى، لو راجل تعالى، شوف بيحموا السفارة، شوف بلدك قوية قد إيه، شوف بيحموا السفارة بتاعتك إزاي. مش تيجي تجيب قفل وتقفل الباب وتجري. حد يقفل باب بيته؟ يا حمار يا غبي، يا غبي يا حمار. Also, this is my Egyptian ID if you want a picture.
No, no, no. Oh, no, no, no. That's fine. Thank you. You can have it. عمو عايز لو عايزين بطاقة أو حاجة تمام. Oh, yeah. Just I'm defending my country يا جماعة. أنا بحمي. Yeah, okay. We're not making a problem. Yeah, no problem. أنا بحمي أنا السفارة بتاعتي تمام. لو جيت يا أنس همرجحك، ولو لمحتك تمام همرجحك. أنا هنا تمام. بص أنا والله جاي ناوي على اللجان شعبية تمام. من الآخر لقيت بصراحة الأمن عندنا قوي وعامل واجب وزيادة، والبوليس الهولندي عندنا قوي وهنا في هولندا وعامل برضو الواجب وزيادة. فهنحتاج إيه تاني؟ شكرا يعني، شكرا جدا حبيبي يا عمو. مع السلامة حبيبي يا عمو، باي باي. شكرا جدا حبيبي. ولا أنس يلا، فينك يلا؟